أحبة مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصطفى الحامد أحييكم أجمل التحية، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج علامة استفهام. ضيفي في هذه الحلقة الشيخ عمر دوحان العلواني، أحد شيوخ عشيرة أبو علوان في محافظة الأنبار. أهلا بك شيخ عمر. حياك الله الملي. أحبة المشاهدين، هذه الحلقة ستكون هي الجزء الثاني مع الشيخ عمر دوحان للحديث أكثر عن محافظة الأنبار، عن سبب سقوط المحافظة، وأيضا ملف التحقيق بسقوط المحافظة، وأيضا سنتكلم عن ساحات الاعتصام، وسنتكلم أيضا عن دور القوات الأمنية وعمليات التحرير، ودور وزارة الدفاع متمثلة بوزير الدفاع خالد العبيدي بكشف الفضائيين، وأيضا كشف ملفات الفساد. وسنناقش أيضا ملف التغيير واستدعاء الشباب أو الطاقات الشبابية النزيهة، وأيضا الرجال الذين غابوا عن الساحة السياسية والعسكرية والعشائرية. كل هذه المحاور وأكثر سنناقشها مع الشيخ عمر. شيخ عمر، أهلا بك مرة أخرى. ملي حياك الله. شيخ، نبدأ من أو نكمل مسيرتنا في الحوار من سبب دخول داعش إلى محافظة الأنبار، وأيضا مدينة الرمادي بالأخص. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. والله يا أخي، داعش طب كان سبب ضبط الأنبار، وذريعة ضبط الأنبار ساحة الاعتصام. نعم. وزيدك يعني بالدليل القاطع، كانوا في ساحة الاعتصام، خيماتهم موجودة وما حد يتقرب لها حسب المعلومات اللي وصلتنا. يعني داعش موجودين في ساحة الاعتصام. نعم. ومشخصين يعني بعد ما قبل ما تدخل القوات الأمنية لتفكيك الخيم ورفعها، طلع يعني بعض العناصر هم كانوا موجودين. أمن الساحة اسمه محافظ الأسبق. نعم. أحمد خلاب. نعم. يعني هو اعترف باعترافه أنه موجودين 40-50 واحد. أيوه، معلوماته وصلها للدولة، قال هم 60 واحد إلى 50 أو 40 موجودين قياديين في ساحة الاعتصام. بيصفه وصلها كمحافظ، وكان رئيس موجود تسجيل، أنا شاهدت أكثر من مرة. نعم. أي. وهو كان رئيس أمن الساحة. إيه، وبعدين صار محافظ. نعم. بعدين عافوا من العالم وين؟ على السريع. بعدين طب داعش يعني، ولا كأنما، وأنا قلتها أكثر من شخص من الساحة بوقتها حيني، عافوا من الساحات وجم قعدوا بالمحافظة. عقود ما عقود، قبل ما يدخل داعش 6 أشهر 7 أشهر شكلوا من الحكومة، وكل من حصته وكل من جسمه الظاهر يعرفون الأمر دخول داعش أو هيك يعني. فكان يعني مثل ما أقول لك باعترافهم هم. المهم دخلهم داعش، هجرهم وقتلهم، وهم متنعمين خارج البلد، وعافوا من المهجرين وعافوا من الناس والمطالب. مطالب يا أخي، والله صحيح أكو مطالب. طيب، على أي أساس بنيت الساحة؟ على حماية رفع العيساوي، والحزب الإسلامي سوى الساحة، سووا الساحة الحزب الإسلامي ورافع العيساوي وأحمد خلف والعشائر هاي طلعت وياهم. والناس اكو ناس يا اخي، شعب الانبار ما له كل دولة. الشيخ احمد علوان مو طلع وياهم؟ هو احمد علوان طلع وياهم. هذول قادة الساحة. بس احنا كنا نحكي على شعب الانبار. اكو مطالب حقيقية، يعني قلت لك بذيك الحلقة اكو مطالب حقيقية، اكو مظلومية. قلت لك يعني اطلب هسه، اطلب منين اطلب؟ من ولي امري، من رئيس الحكومة، من وزير، من شنو هو يمه الجهة اللي يمها، اطلب من عندهم كجمهور وكشارع وكشي اسمه.
بس هي كانت مبيتة لأهل الأنبار، ليصل أهل الأنبار بهذه الحالة، ليوصفوا أهل الأنبار بداعش وهم ليس بداعش. تتهم أهل الأنبار بهذه. زين، أنت تلقى اللوم على ساحة الاعتصام بدخول داعش إلى الرمادي. قادة الاعتصام الأنبار، مو ساحة، مو الجمهور، قادة الاعتصام. تسميهم قادة الاعتصام. سعيد اللافي، زين القصي الزين، شحن الطائفي، أعطني كفني، آتوني يا بغداد. ايش عندي آتوني بغداد؟ ايش عندي؟ ها؟ تركيا قبل كم يوم طالع مظاهرة وهي لا تراك خطية، متعلم على شو اسمه، يصور ويدز على شو اسمه. زين، منين لا سعيد اللافي قصي الزين يقعدون بتركيا والناس كلها هنا بالمخيمات؟ والله هذا أنا وجه سؤال للجمهور، طلع أوجه هذا السؤال منين لهم قبضهم على الأنبار، وأنا أثبت هذا الكلام. قبضهم على أهل الأنبار لإذلال أهل الأنبار ولوصف أهل الأنبار بداعش. أنت ماكو داعش، روح عد الإحصائية بالهجرة والمهجرين، وزارة كاملة 1,000,000 ألف خرج من الأنبار، وهي جت تعداد نفوس الأنبار 1,600,000. مو صحيح. عندك الميت والشي اسمه والغيره. شلون تصف أهل الأنبار بداعش؟ هذا مشروع هم خلوه على أهل الأنبار لإذلال أهل الأنبار. بس احنا أنا أقول لهن أهل الأنبار، والله لا الله ياخذ حقكم، والله سوف يأتيكم رجال أشداء على هذول هلباءكم، والله ينصركم لأنكم مظلومين إن شاء الله. زين شيخ، برأيك يعني على قادات الساحة، أنت سميت قصي الزين وسعيد اللافي وأحمد خلاف اللي كان محافظ الأنبار السابق ورئيس أمن الساحة، والشيخ أحمد أبو ريشة أيضا كان من قادة الساحة، والشيخ أحمد العلواني، هواية قيادة. طيب يعني بعد اللي صار من تهجير استاذي أنا عندي نقطة أريد أسولف، ودائما أريد أوضحها وأوصلها أهل الشعب العراق كامل تام. يعني أنت ما شايف من هناك الجهة الصعد ومن هاي الجهة الصعد، حزبين موجودات. بس لحظة شيخ، سمي هاي جهة وسمي هاي جهة حتى نقدر نفتهم أكثر. الحكومة كان يصعد ترأس على السلطة، يعني مثلا يقول المالكي هاي اعتصاماتنا تني، الجهة هاي الحزب الإسلامي والجهة المنضوية معاه تقول آتوني يا بغداد، سوف نذهب كله، أعطوني كفني. لماذا هيج كذا كذا، تصعيد وشحن. شيخ قصدك، عفوا بس لهذه النقطة بس خلينا نكمل، مو هاي رسالة، هاي رسالة للعراقيين كلها، مو هاي اللعبة وهاي نتيجة وصلنا إليه. يعني ساسة داخل بيناتهم خلف الكواليس ما عندهم أي إشكال، بالإعلام مختلفين. خلينا نكون واقعيين. يعني أنت يعني قلت لك إياه هسه، أنا مثلا تصعيد، هذا التصعيد وين وصلنا؟ التصعيد أعطني كفني، اضربوهم، موجود تسجيل، يعني ماكو، يعني كلكم تشوفونه وتعرفونه، وانتم زرتوا جزء ساحة الاعتصام وشفتوها. فهذول واقفين عندك جم أهل الجنوب، أشخاص من أهل الجنوب. زين إذا أنا قائم مشروع وعندي إصلاح وعندي مطالب، ليش ما أستقبل أهلي وأهل بلدي؟ ولو هو يعني ضيفوهم الناس، بس أكو هذا هم قلت لك الاتفاق التصعيدي، يعني ليش ما أضيف أهل ولد بلدي وأقعد واتفق تكونون وياك على الظالم إذا أكو ظلم. يزيد اللحمة هو وهي هذا أنا جاي أوصل الفكرة. ليش أقول لك هاي رسالة؟ يعني احنا ما حد جاي يحكي بيها،
وصلناها إلى هسه عندك. يلا قل لي من هو سياسي من الرمادي طلع على جسر بزيبس؟ وهاي اجيب نفسي يعني ما شفت احد. ماشي انت ماشي، مو احنا مو انت او كل رساله هاي زين خوش. ليش اهل العراق هاي من عندهم مال بزيبيز مو من الشعب، مو سياسيه، مو من الشعب. شوفي وين وصفوا، خلهم وصف لاهل الكرم واهل الطيب، لاهل ثوره العشرين، لاهل اللي قاتلهم. الشعب العراقي ضحى 8 سنين ويا ايران، ويا القوات الامريكيه، عاصفه الصحراء، سنه كامله مدري سنتين، يوميا حرب. شنو هسه انا الشعب العراقي يخاف لا يضيف له ابن بلده؟ شوفوا شو وصلهم الشعب، كل شيء وصفهم الشعب واقسم صورة الشعب العراقي البطل الغيور الكل وصات الزينة بيه وصلوه ويحجون باسمه. والشعب العراقي كل يوم يطلع مظاهرات وما يريدهم وهم الحزب الإسلامي وحزب الدعوة كلهم موقعهم باحتلال العراق واللي يوقع باحتلال بلده. يعني هاي ما شو اقول لك بيها، بس هاي رسالة للشعب العراقي عامة، من مواطن يحب بلده. ومن أخذ البلاد بغير حرب هان عليه تسليمها، وهذول مسلمينها شام أم أبم اللي يسلمونها. مو هاي رسالة يعني اسمعني، وانا ورسالة النوب لأهل الجنوب، احذروا هذه الساسة المسلطة هناك عليكم، احذروا تكاتفوا بيناتكم، لا تخلون ترى اللي يجري على الرمادي يجري عليكم، يجري عليهم من وراء سياسات غلط. لا تتبعون هذه الزمرة. هسه اللي يفتهمه من كلامك انه الصراع اسلامي مختلف عليه مرئيا متفق عليه غيابيا. يعني انت اسلامي هو الاسلامي يبوق يوميا يطلعون ملفات هم بيناتهم السياسيين سرقات. هذا يعني انت شوف وزير الدفاع المسكين يعني طاير بهالمعارك ويم الجنود ويقوم من معنوياتهم، وكشف 50,000 فضائي وطاير يومية صعد طيارته ومسوي هيبة. يعني حتى الجندي العراقي ينزل عليه. احنا مو وياه بالمعارك، بس تنشوفه على شاشات التلفزيون، مو يجون يستدعونه انت فاسد. عمي اي فاسد، وذنك الملفات عندكم تغطي كل شيء، تغطي 3/4 العراق. زين احنا قبل ما ننتقل ملف سيد خالد عبيدين عندنا ملف كامل على موضوع وزارة الدفاع. لا احنا دا نحكي يعني موجود هو بالساحة وهم قاعدين ما طالعين. يعني قائد جاي يكاون يقاتل ويا جنوده ويا شعبه بالساحة موجود. يعني شلون اقيسه ويا واحد قاعد ورا الميز؟ طيب شيخ، حتى ما نطلع كثير عن المحور الأول، ملف التحقيق بسقوط محافظة الأنبار عامة وأيضا الرمادي خاصة لم فتح ولم ينفذ. سنناقش هذا المحور ولكن بعد أن نأخذ فاصل قصير. أحبة المشاهدين، فاصل وبعدها نكمل الحديث. أحبة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نكمل الحديث مع الشيخ عمر دوحان العلواني. أهلا بك شيخ مرة أخرى. حياك الله. شيخ، قبل الفاصل انتقلنا لملف التحقيق بسقوط الرمادي وأيضا مدن محافظة الأنبار عامة. شكلت هناك لجان من قبل مجلس محافظة الأنبار وأيضا من قبل الحكومة المركزية بشأن فتح التحقيق بسقوط محافظة الأنبار. هل فعلا مارست تلك اللجان عملها بصورة جدية، أو هل بدأت العمل بالتحقيق بسقوط محافظة الأنبار؟ لأن لحد الآن لم نرى أي نتائج. والله هي هاي
نقطة مهمة وما بيها، ما سمعنا أي شيء، سكتة وماكو شيء. تدري بس يعني احنا نعذر القوات الأمنية، هو باله وين هاي تندب على عاتق الحكومة، يعني لجان تمارس دورها. فهو عليه شيء لجان واضحة ما حاجة. شلون واضحة؟ ما يعني شو واضحة؟ شلون ما تعرف شلون؟ لا ما أعرف. يا هسه انا اقول لك شلون واضحة. من هو كان واقف على المنصة؟ قيادات الأنبار. من هو اعترف اكو 36 الى 40 الى مدري 50؟ محافظ الأنبار السابق. زين من صار لها سنتين الساحة قاعدين بيها. شلون اني؟ انت تدري اخوي، مرة أنا حكيت على ساحة الاعتصام، قلت أحذر الناس، ضربوني مرتين بقاذفة ورماني. بيتك؟ بيتي موجودة هاي شهود عليها، وقاعدين أكثر الناس من العشائر وأهل الولاية. نعم. تدري بالمضيف وانطقت عليها قاذفة، والحمد لله ما طقت. ظهر الصاروخ ووقع بالبناية بسدنة. الله، ومرت الأخ رماني، ومرت الأخ سيارة ضربت وصوبوا عندنا 2 من أبطال أفواج الطوارئ، صوبهم والله نجاهم، كانت إصابتهم قوية. هاي أحد شو اسمه، هاي من دخل داعش. ليش؟ لأن احنا وقفنا ضد داعش وضد الزمرة الواقفة على المنصة. ولا كمطالب شعب كجمهور ما واقفين ضد احنا، بس كنا نحذر الناس انهم هذول الناس راح توصلهم. هسه عندك الشيخ حميد الهايس، اي احسن هو لو الحزب الاسلامي؟ هذا واجب شخصيه من شخصيات الانبار. كل انسان له وجهة نظر. زين بعيني انا احكي على الدور ماله وقف على جسر بزيبس، وهاي بشهود اهل الانبار. يا صفة وقف كأن ابن اهل الانبار، غير تاع الرمادي. زين اللي موجودين هم ولد الانبار واهل الانبار، ليش هذا يخلي؟ مثلا احنا جاي نحكي لك شخص وقف على اليمين، وقف تكفل اهله وفات، ولحد الان انا ذاك اليوم شفت له لقاء يقول حتى حكاها وصمة عار على الحكومة بزيبس. الشيخ حميد الهايس بياصفه وقف على جسر بزيبز وتكفل الناس حتى تعبر، هو من اهل الانبار وجنسيته انبار، مو صحيح؟ ولا عنده منصب حكومي. زين بياصفه له حق يعبر الناس. يا اخي ساعد، وعنده كان عنده مرشح، هو رشح، عنده كيان. منصب ما عنده يعني هو ذا المنصب ما عندي، وعرف لي يعني ما عندك صفته، ما عندك منصب حتى تتكفل وتخلي. يا اخي هو هاجيه شيخ معروف. المهم هو راح، احنا ما جاي اقول لك على الوصف الرجال، جاي احكي لك على وقفته، جاي اضرب لك وين كان واقف على المنصة، وين الحزب الاسلامي، وين بعض الشيوخ، وين ان هذا ان هاي ان اهلهم. دور قاسم الفهداوي ما استاذي ماكو كل دور، ما كل دور. هاي ادوار، مو قلت لك هاي ادوار كلها. انا هسه من جاي احكي وياك ترى ما جاي امثل مثل بعض ناس، ولا جاي احكي لك بوطنيه مال وطنيه كذابيه ولا غيره، جاي احكي لك واقع على الارض. احنا ما داخل، احنا اكو عدو داعش، واكو ناس مهجره، واكو ناس مستفاده من هالمشروع. هذا جاي نحكي، جاي نحدد لك اغلاط. تقول لي قاسم الفهداوي وزير ما وقف على هله، تقول لي شو اسمه، كل من معروف. يقول بانت الرديه وعرفنا الرديين، وكل من عرفنا عزوته يوم كنا، ما بيه مجال. كل من معروف الوقف ومعروف ما وقف. احنا من يجي لي واقف بالساحه ويدفع ويشحن
ويحكي طائفي. قلت لك اهل الجنوب جم، يعني غير اوحد الصف ضربوهم ببطاله. شنو السبب يعني فد موضوع موضوع يحير. هذا تصعيد، هو تصعيد يوصل رسالة تصعيد، يصف أهل الأنبار. قلت لك مثل وصفة بزيبس الوصف مالي. يعني أنت تقلها أهلنا ببغداد أو أهلنا بالجنوب ما يضيفون؟ لا أكيد مو صح. لا، أكو سياسيين تسوهم هاي الشغلة، تيعكسونها على الشعب، وهاي هماتين ضربهم تيعكسون على أهل الأنبار، أهل الكرم والطيب. يعني شوفوا شلون دخلوه بين. واحنا طلعنا حتى من سؤالنا الرئيسي يعني على لجنة التحقيق. هي سلسلة كلام، وأيضا وكلام يطول. هذا واقع احنا نريد نوصل فكرة. هسه يصفون يعني أكثر ابن الرمادي يقف على يعني كثيرين عن هاي ما بيها لجان أمنية وش اسمه، ما بيها أي إشكال. هذه شغلات أمنية وإحنا ويا الأمن خوش. لا بس شوف يعني دائما يوصف أهل الأنبار داعش 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 داعش. هو مليون وكسر طلع من الأنبار. شنو داعش؟ ينحسب عليه الأنبار أو ينحسب عليه مكون. شيخ احنا عندنا مجلس محافظة الأنبار، عندنا لجنة اسمها اللجنة الأمنية، وبمجلس النواب عندنا لجنة اسمها اللجنة الأمنية، وبوزارة الدفاع ووزارة الداخلية هم ناس أمنيين. فأنا من أجي أفتح ملف تحقيق، أنا على شنو عندي لجنة أمنية بهاي بمجلس هاي مجلس المحافظة المستهدفة بتحقيق بسقوط مدينة، وأكلف مثلا شخص أو شخصين من مجلس النواب أيضا من أعضاء اللجنة الأمنية، وعندنا خير من الله يعني باللجنة الأمنية. أنت قبل شوي تقول لي يعني القوات الأمنية ملتهية بغير أمور. أنا إحنا بدنا نحكي على اللجان الأمنية اللي موجودة بمجلس النواب ومجلس المحافظة، ليش ما أخذت دورها؟ وجودهم شنو؟ ايش سووا على 50,000 اللجنة الأمنية مال البرلمان؟ 50,000 فضائي، مو عدة انهيار. ايش سووا على لجنة على دخول داعش الموصل وانهيار الأجهزة الأمنية وسقوط الموصل اللجنة الأمنية؟ هاي ما تسألني أنا كمواطن، اسأله إياه هو. مو انت قلت لي القيادات الامنيه ملتهيه بغير شغلات، انا دا اوضح لك الصوره. القيادات هسه يعني مو قلنا لك احنا القيادات الامنيه يا اخي مو ملتهيه. يعني هو الضابط عنده مواجهه داعش، الجندي موجود، الشرطي كذلك، ابن العشائر كذلك، الحشد كذلك، متجه على عدو يقوم يحقق. زين تقييمك القوات الامنيه ودورها في تحرير المدن؟ والله ناس أبطال وحياهم الله ينصرهم على من عاداهم. هذول ولد العراق وبلدهم هذا شيء هواي ضحت، هواي راح دم وراحهم شهداء. إن شاء الله في جنات الخلد إن شاء الله. شيخ سيد وزير الدفاع قبل فترة موضوع الاستجواب، احنا قبل شوي تحدثنا لكن بصورة مختصرة، يعني أنا الحين ما يحين المحور. ملفات الفساد اللي كشفها سيد وزير الدفاع بالبرلمان تظن انها صحيحة؟ أستاذ مصطفى يعني وزير الدفاع هذا بحث آخر. احنا جايين نحكي بحال ناس مهجرة، ناس راحت بيوتها. مو هذا الموضوع ايضا بسبب موضوع التهجير شيخ. هذا هو شيخ. هذا هنا يوقفون عمل الأجهزة وزارة الدفاع لأن هذا جاي يشتغل. انت 70 عندك آلاف الملفات الفاسدة قبل ما يجي وزير الدفاع الرجال الله يحفظه. هذا ايش سويت بيه؟ من 2003 فساد لحد الآن، وانا اقول له هم يقولون. العراق ابتلى بهاي الناس، بهاي السياسيين، الشعب ابتلى بلوى. يعني منين نجيب؟ لا يخلون. هسه بالأنبار أقسم بالقرآن يعني عادين العدة. الحزب الإسلامي أنا جايك ما له أي مقعد
على هالشافته أهل الأنبار من ساحات سووها، وقفتهم على بزيبز وطشرهم. شيخ بس مو أنا وأنت نقررها، هم إلهم. لا أنا ما جاي أنكر وجوه، أنا جاي أحكي لك على الناس، الشارع جاي يحكي. هسه أنا جاي يقدمون مرشحين وعادين عدة ذاك اليوم، عادين يرشحون ناس نزيهين، ناس تحب بلدهم، تخاف على بلدهم. انتوا ولد الانبار عديتوها لو الحاشيه السياسيه اللي موجوده؟ لا ماكو شباب يعني جديده، يعني ماكو اي دعم اي شيء اسمه، بس يعني قاسمين ان يغيرون، يعني يغيرون جذري، مو تغيير هيك. يعني ما هاي ما بيها اي مجال. انا انسى هسه لازم احكي يعني شنو جايبني واحكي هذه؟ ما جا حد جاي يحكي يبرد القلب. ما حد جاي يحكي السار بينا، كأنما كل شيء مو ساير، ما ساير. يعني مثل 2003 مفخخات ببغداد، مفخخات بالجنوب، مفخخات بالرمادي، ولدنا جاي تروح على مال من؟ على شنو هو؟ من هو اللي سواها؟ يعني ما ادري الحزب الاسلامي ايش سوى بينا. نو بيحكي على ايران والنو بيلقى بايران. والله واجهه سياسيه. انتوا ليش تعكسون على ليش خليتوا شعبنا هيك كان يطلع؟ يجون يحجون ويروحون لايران. كل سياسيين كالانبار قالت ايران وعملت ايران. يابا نقفل حدودنا احنا وخلنا قاعدين نعمر بلدنا. مو دمرتوا نسائنا واطفالنا وترملت النساء، بيوتنا انهجمت وصارت الرمادي قاع، وارتاحوا هسه. خل يرتاحون. وناس بالخيم تصدق العالم ودهاي قلوبنا تؤرم هيك تصير من وراء هاي افعال السياسي. هذول السياسيين انبار، سياسيين يسموهم ما نريد نقول لا سنه ولا شيعه، بس يوازون على سياسيين السنه المفروضين علينا، المفروضين علينا. لا حد ما ادري هاي منين جتنا ما ادري. زين الشيخ، انت طرقت قبل شويه على المرحله القادمه والشباب اللي راح يحلون او راح يكونون هم السلطه او الحكومه في محافظه الانبار، شباب نزيهه مثل ما طرقت، اتوا من اجل التغيير وايضا نهضه الانبار من جديد. من اين ستكون بدايه هؤلاء الشباب؟ أين أستاذ مصطفى؟ هو هذا الشاب أنت تقول يستلم سلطة، هذا ما جاي يستلم سلطة. احنا نعرفهم هسه أنا أشخاص شيخ تصحيح قلت لك يعني يستلمون المناصب اللي موجودة. ما يريد من يستلم مناصب، هو بلا منصب ما يقدر يشتغل، ما بيها مجال. هو يريد هسه احنا نقف وياه كشعب، خوش ننتخبه، نصعد كفو وابن العائلة الزينة وشهادته مضبوطة، مو وإلى دور بالأنبار، يعني موظف إلى عمل إلى غيره معروف. احنا ندعمه ونصعده إلى هذا المنصب لخدمة أهله وبناء بناء محافظة الأنبار. زين أنا هسه أنا جابوا فلوس من الدول المانحة أو من الدولة أو ميزانية أو فد شيء، أسلمها بيديهم؟ يستلمون هذول؟ أقول لك عقد التمر يقولون ب25 مليار. وين؟ مدارس بالتأمين وداعش محتلها، داعش تكفيري، هاللعبة سووها علينا بالتأمين وترميم مدارس وملفات وتوقيع وانصرفت مبالغ وسلاح وغيره. ما حد ابو هاي يريدنها ناس كفوءة حتى التحقيق تعيد، حتى الاموال ترجعها. زين شيخ، معقول ان الانبار ما بها رجال يعني
بعمر اللي موجودين بالحكومة، يعني ناس نزيهة، واكو هواية ناس نزيهة. يا استاذ يا حبيبي يا اخوي، بس خلي اكمل لك السؤال. لا مو انت تقول لي اكو ناس نزيهة، انا ما جاي اتطرق على نزيه ومو نزيه، انا جاي اقول لك اكو عمل على الشارع. وقفوا اهل الانبار على بزيبيز يريدون هذا ينتخبوهم يجون عليهم، يحطوا لهم خيم، يحطوا لهم شيء. ماكو السياسي هذه، مو انا اقولها، انت ما شفتها؟ ما شافوا اهل الانبار؟ ما يريد بعد اعمار. يعني هاي كاسرتنا. يعني انا عندي بيت وقاعد بيه، والله مفضل علي كان راتب او سايق تاكسي او عندي محل او عندي غيره، وساتر على عيالي، شالوا من ستر البيت، بيتي ستر شالوه من عندي. وين الطوج؟ قعدوني بخيم، قام تصدق علي العالم. هذا سياسي الانبار. انا قايل لك نزيه مو نزيه، هذا اذا هو نزيه معروف، هو يسأل نفسي ولا يفرح بالاخذه. اكو حساب شعب ورب العزه. ونعم بالله. ايش راح يسوي لهم كشعب؟ ايش راح يسوي لهم؟ مو جاي اقول لك احنا شعب. ادري انت تقول اكو حساب، ايش راح يسوي لهم؟ حساب تغيير، اكو ناس تجي، اكو ملفات العالم هسه حافظتها تيجي عالم وتستلم الملفات كلها وتصعد ان شاء الله، تصعد مجلس المحافظه، وان شاء الله يجيب المحافظه محافظ زين يسن على اهلها ويطلع الفساد ويفتر شوارع الانبار ويقف على الجاهل يمسح دمعته، مو طايرين بعمان ومدري وين ويشترون بيوت وفلل وابن الانبار وبن هلي كانوا يقولون الحراير تفتر بالخيم. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. ما غيره ماكو، كانوا واقفين بالساحه. قالت الحراير وعملوا حقوق اهل السنه وحقوق اهل السنه، الى ما وصلوا حقوق اهل السنه بالخيم بالشوارع. بس الحمد لله الفضل من الله ما طولت وترجع الانبار ان شاء الله. وانا ابشر الانبار ترجع وتنتصر على من عاداها ان شاء الله. شيخ، قبل فترة نزل تسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، يعني تسجيل البعض قال انه مفبرك، بعض قال انه صحيح. والله هاي سمعناها هي اول بارحه قبل 3 ايام يمكن. قلنا لك هي كتلة الإصلاح نوبة، انت سالتنا قبل مرة ذاك، قلنا لكم هو يريد لهم إصلاح الناس. يعني احنا نحكي بس منين فن بيدنا شيء قديم. مستقبلنا رئيس وزراء، مستقبلنا أحد، مستقبل الشعب نازل عليهم أحد يقول لي تعال نفهمن، يقول لي هذا العمل وهذا العمل. لك حق تناشده دولة رئيس الوزراء إن شاء الله ناشده، وأمنا بالناس الخيرة كثيرين. يعني هاي هو ناشدة أهل الأنبار وعشان الأنبار ناشدت بتحقيق هذا تحكي عنه، أنا هم سمعت به. طيب شيخنا، ناشد رئيس الوزراء فتح تحقيق بهاي استخفاف بالشعب، ناس مهجرة وناس عايشة مثل يقول ناس تاكل دجاج وناس يهب عليها العجاج، مثل ما يقول هذا ما نعرف. شيخ، الإعمار اللي بالرماد الآن وبالفلوجة خوش عمار شلون؟ ناس مهجرة بالخيم وبيته واقع ومحله صنعته واقعة وسيارته ماكو. خوش عمار، خوش جابوا لنا عمار، جزاهم الله بالخير. لا رجعوا من الانبار، اغلبيه رجعت رجعت الناس ما يبني الا الاهل وما يعمر الا الاهل، والبلد ما يعمر الا اهله. يعني هاي يعني معروفه. اي شيخ، هو نريد نعمر احنا قبل ما نعمر الدار ان شاء الله، بس خاف كان ما اجلوها، كان ما اجل سووا لهم لعبه. تجي الانتخابات. خاف
عندهم نية، عندهم شو اسمه، نقعد بالشارع قعود. لو يعني هذا ما نخليها، ما نعمر هذول، نوخرهم نعمر بلدنا، نجيب ناس كفؤين، نطلع على الانتخابات. ما انتخب قبل، انا هسه اروح انتخب. يعني ايست العالم من ورا، يطلع يوميا على التلفزيون الملف الفساد، الملف الفساد، وما كل شيء. فهذا اللي جاي نحكي، لازم نغير. زين شيخ، رسالتك أهل الأنبار، رسالتك للسياسة، رسالتك للحكومة، رسالة الشيخ عمر دوحان العلواني إلى من يود. أحد يسمعني؟ الحكومة ما تسمعني. ابدي بأهل الأنبار. الرمادي هسه أنا بدون ما ترسل رسالة أقول لك قافلين، وخذ الحكي من عندي، قافلين على الزين، ينتخبونه ويصعدونه، قافلين يعني. بس احنا الحكومة ما تسمعنا، لا احنا بحزب اسلامي ولا من جماعة الساحات يسمعونا. شيخ عمر، احنا محاورنا وقتنا ايضا انتهت، ونشكرك شكر جزيل على انضمامك ويانا بهذه الحلقة، والشكر موصول إليكم أحبتي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. تقبلوا تحياتي مصطفى الحمد وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.